السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اش اخباركم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. بديت معكم لا فيديو من على البحر. قلت نشارك معكم هذا الجو هذا اللي هو يا زوين. وهنايا بركت مع وليداتي هنايا كيلعبوا في الزعلوله. المهم كل واحد شنو كيسميها. صافي هنايا خليتهم كيلعبوا قدامي، وانا يعني جيت نصور لكم هذا الجو هذا اللي هو يا زوين. وغادي نشارك معكم الروتين ديالي ديال هذا النهار هذا شنو غادي ندير فيه. غادي نشارك معكم الروتين ديالي في الدار، ومن بعد غادي نخرج لواحد الخريجه لفين خيرولة، ونشارك معكم الاجواء ديال فين خيرولة حتى هي كيفاش دايره. بصراحه هنايا الناس كيعوموا، جو سخون الحال الحمد لله. وخليكم مع الفيديو، باقي الفيديو فيه بزاف ديال الحاجات زوينين اللي غنشاركهم ان شاء الله معكم. وانتوما كيفاش قيالين، كيفاش كدوزوا النهار الحد مع الوليدات؟ نتمنى يكون كيدوز عندكم نهار زوين. كاين اللي كيخصو خصوصا في المغرب نهار ديال التقضيه ولا نهار ديال الدوش ديال الوليدات. كل واحد وشنو كيدير فيه، وكاين اللي كيمشي يزور العائله. وبما انه هنا ما كاين لا عائله لا حتى شي حاجه، الواحد كيخلق هو الجو لراسو مع وليداتو مع راسو. هذا هو الأهم. حتى كي هو المغرب عاد كيخلق الجو مع العائلة والوالدين، هذا هو الأهم. ما هنايا كل واحد كيكون غير بوحديتو، داكشي علاش الواحد كيستمتع بالوقت الا عنده وقت الفراغ كيبغى يخرج فيه مع وليداتو ولا يبقى في الدار. داكشي علاش بالنسبه لنا نهار الحد راه كيكونوا كلشي لي ماغازان سادين، وبالنسبه لي سوبر مارشي حتى هما كيكونوا سادين، الا بحال هكذا للطوارئ كاين اوبن كور كيكون حال دائما. الواحد الا خصاتو شي حاجه، وكاينين تشينو حتى هما كيبقاو حالين. الا شي واحد خصاتو شي حاجه ديال الماكله ولا شي حاجه يمشي ياخذها من تمايا. صافي انا ندخل معكم للدار وغنشارك معكم الصباح ديالي منين بديتو في الصباح. هنا كنت عجنت المسمان خليته حتى ارتاح مزيان. صافي غادي نبدا نقرص فيه ونبدا نطيب فيه. صافي نطيب الفطور ديالي، وغادي تشوفوا انا صايبت واحد الكويس ديال القهوه هو الاولاني بديت به صباحي. داكشي علاش هنا كان باقي كلشي ناعس، غير انا فقت كنت صايب هكذا يمسيمنات باش نفطروا بهم. صافي الواحد كيمل من الخبز بزاف ياكلو في الصباح، الواحد كيبغي يبدل هكذا ياكل مسمنه هكذا مدهونه بالزبده والعسل مع هكذا طريف صغير ديال الخبز مع البيض مسلوق، كيكون هكذا الفطور مشبع. والواحد الا كان خارج بحال هكذا مزيان هكذا يفطر ويشرب واحد الكويس ديال العصير هكذا ديال الليمون. صافي حتى الغدا حنا كنتغداو هكذاك حتى لديك الخمسة 6 بحال هكذاك عاد كيجيني الجوع باش كنتغدى، حيت كنكون غير بوحديتي. وبالنسبه للوليدات راهم الا جاهم هكذايا الجوع راه كنغديهم. بنتي الا كانت قاريه راه 2:30 كيكون الغدا ديالها محطوط فوق الطبله، كتجي من المدرسه كنغسل ليها صافي كتاكل. صافي من بعد كتمشي كترتاح. هادو هما المسيمنات اللي وجدت واحد الطري حنيت هكذا ندوزو به هكذا الفطور ديال السيمانه ان شاء الله الرحمن الرحيم. صافي من بعد هنايا غنشارك معكم شنو غنوجد للغدا. واخا راه الغدا خليته هو الاخراني، غير انا دخلت لكم الماكله هي الاولى عاد باش نشارك معكم الخرجه هي الاخرى. صافي هنا كنت جبت صدر ديال الدجاج من الفريغو. قلت غادي نصايبو هكذايا في المقله مع الفلفله والبصله. كيجي بهاد الطريقه هذه زوين. صافي وكندير فيه العطريه وشويه ديال الزيت. صافي وكنقليه مزيان في المقله، وكنعمر به الخبز ديال الطاكوس. صافي وغادي نقلي شويه ديال الفريت شويه ديال الدنجال وشلاضه هكذا غير ديال المطيشه بوحديتها. صافي ماكله ديال الصيف ديال العطله، هذا هو الاهم. صافي وجدت هكذايا الغديوه ديالتي. من بعد هنا تا دخلت من الدار لان راجلي مشى للخدمه. عاد وجدت انايا هاد الغدا هذا باش ناكلو. كما قلت لكم انا ما كناكلش بكري حتى لديك 6 ونص، المهم على حساب من الخمسة للفوق وقت ما كندارني الجوع كنوجد هكذايا الماكله. صافي مع عندي غير مقله وحده هنايا في هاد الدار. صافي بعد ما حيدت هذاك صدر ديال الدجاج درتوه هنايا في الميكرووند باش من بعد فاش نحط نسخنو. بديت كنقلي في الفريت هي الاولى، حيدت الفريت درت هكذايا الدنجال. صافي بعد ما كنا تغدينا هنايا جمعت هكذايا الدار خليتها هكذايا كتهوى. مع كنخاف نحل الشراجم ويكونوا هكذا معايا الوليدات، كنخاف يطلعوا لي هكذا في البالكون اللي يجي بس توقع شي كارثه اللي يديرها. المهم حتى كنبغي نخرج صافي عاد كنحل كنخلي الدار كتهوى. كندخل كنلقاها مهويه زعما.
وسينو كنهبط ريدوات عاد كنكون حالة الشراجم. وهنا كنشارك معكم الأجواء كيفاش دايرة على برا، شميسة الصراحة الجو زوين. صافي ملي شفنا هكدايا الجو اللي هو يا زوين، قال لي راجل قبل ما يمشي للخدمة يدينا هكدا يخرجنا نحيدو القنطة ديال الدار. صافي هنا شاركت معكم باش كنجفف الباركي بهذا البرودوي هذا، بصراحة كيخليه كيلمع. هنايا كنت صافي راجلي خرج الوليدات هبطهم هو الطوموبيل، صافي أني جفيت الدار صافي وخليت الشراجم هكدا ديال الدار كاملين محلولين وهبطت خرجت تبعتهم. هذا هو المهم. صافي بالنسبة لهاد البرودوي هذا راه زوين بزاف، العود والباركي كيخليو فيه واحد اللمعة اللي هو كيبقى مدة طويلة بحال هكدا ما كتحيدش منو ديك اللمعة بالنسبة للباركي. صافي وغنشارك معاكم شي نهار نشارك معاكم لي برودوي اللي كنستعمل أنا بالنسبة ديال ميركادونا ولا بالنسبة ديال كارفور. صافي هنايا كنا وصلنا للباسيو ماريتيمو نتمشاو فيه حتى هويا شوية، صافي وشربنا قهوة. صافي هنا كنقلبو غير فين نستاسيونيو هكدايا الطوموبيل باش نهبطو هكدايا الوليدات يتمشاو. نتمنى هاد النوع هذا ديال الفيديوهات يكون كيعجبكم وتقولوا لي الاقتراحات ديالكم. بحال واحد السيده تشرفت بالمعرفه ديالها قالت لي نشارك معها لي ريستورون اللي كاينين هنايا في اتجاه ديال اكد ديال مالاغا، فنخيرولا، ماربيا، بورتو بانوس، سان بيدرو، بحال هكذا هاد لي ريستورون كاملين. شي نهار ان شاء الله نشاركهم معكم في واحد الفيديو اللي هو يكون خاص بالنسبه لهاد هكذا هاد الطلب هذا ديال هاد السيده. وإلا جات مرحبا بها، تشرفت بالمعرفة ديالها. بالنسبة للناس اللي كيبغيو يكريو راه هاد الديور هادو تقريبا كاملين اللي على البحر راه كلهم كيتكراو. إلا دخلتو البوكينغ راه ديرو فين خير ولا باسيو ماريتيمو راه يطلعوا لكم هاد الديور هادو راه كاملين كيتكراو النهار. بالنسبة اللي يبغي يعرف الثمن ديالهم في الصيف بشحال كيكون، ما بين 150 € حتى ل200 € على حسب البارتماوات كبيرة ولا صغيرة. بالنسبة إلا كانت غير استوديو هكذا كيكون صغير راه 80 الأورو تقريبا 85 بالنسبة لجوج ديال الأشخاص استوديو. أما اللي كانوا عندك الوليدات وداك الشيء راه الواحد يحسن ياخد ابارتومون هكذا كيكونوا فيها دو شومبر وكوزينه راه كتكون صغيرة ولكن ايكيبي. صافي هنا كنا راجعين في حالاتنا، قطعت لكم الفيديو عاد عاوتاني كملته لان ما بغيتش نشارك معكم مع كنكون جاره لابوسيت وداك الشيء حتى انا كنبغي نستمتع هكذايا في المشيه. صافي هنا كنا راجعين نمشيو نشربوا قهوه نشاركها معكم باقيلا ولا ما عقلتش ما صورتهاش. صافي بالنسبه لهاد الزنقه هذه راه اللي كيتمشى هنا راه كاينين فيها لي ريستورون اللي هما يا بحال دي سناك اللي هما يا حلال، راه كاينين شي 3 ولا 4 ملاصقين مع بعضهم. صافي وهنا راه كاين واحد البلاصة هنايا خاصة للناس اللي باغيين ياكلوا هكدايا الحوت. صافي هنايا كنا دخلنا للدار تركت معايا اوبن كور. كان خاصني هكدايا الماء، خديت الماء والحليب. هنا فين ما مشيت كناخذ الحليب. كان هذا هو الفيديو ديالي، شكرا لكم.